كاينين قصص كيبانوا غير خيال، ولكن كاينين قصص منين كتسمعهم كتحس باللي العالم ديالنا مخبي أسرار ما مفهوماش. وقصتنا اليوم وقعت هنا في المغرب، في واحد العمارة قديمة في كازا، ساكتة في النهار ولكن في الليل كتولي مرعبة. هاد القصة ديال أمين وسناء، جوج مزوجين جداد كانوا غير باغيين يبداو حياتهم في راحة، ولكن الدار اللي كراو ما كانتش خاوية. أمين وسناء كانوا كيقلبوا على شقة رخيصة باش يبداو حياتهم، حتى لقاو شقة قديمة في مرسى السلطان، واسعة وثمنها رخيص بزاف. فرحوا بها وكراوها مباشرة. الأيام الأولين دازوا عاديين، ولكن من بعد سناء ولات كتفيق كل ليلة مع 3 د الصباح على برد قارص وصوت طالون كيدور في الممر. طق طق طق. كانت كتفيق أمين مرعوبة، ولكنه كان كيقول لها غير أصوات العمارة القديمة. لكن ليلة من الليالي حتى أمين سمع النفس ديال شي حد قريب منه في الظلام، نفس بارد وثقيل. شعل الضوء ما لقى حتى حد، غير ريحة حيبة خارجة من جهة المطبخ. من بعد أيام سناء بدات كتقول باللي كتشوف خيال ديال مرأة لابسة بيض في زجاج سرجم وراها، وأمين حتى هو بدا كيلاحظ حوايج غريبة. باب الكوزينة كيتحل بوحدو، والكراسة كيتبدلوا من بلايصهم، وخربوش كيتسمع في الحيط كل صباح. حتى جات ليلة الجمعة، تقطع الضو في العمارة كاملة وغرقات الدار في الظلام. وفجأة سمع أمين صرخة سناء. جرى للبيت، لقاها جالسة فوق الفراش كتشوف للسقف، وشفافها كيتحركوا بكلام ما مفهومش. قرب ليها مرعوب، وفجأة دارت ليه بسرعة مخيفة، وخرج من فمها صوت غليظ: خرجوا من داري. أمين بدا كيقرأ آيات الكرسي وهو كيرتعش، وسناء بدات كتغوت حتى طاحت مغشية عليها. الصباح هزها للسبيطار، طبيب قال غير نوبتها له، ولكن أمين ما اقتنعش. هبط عند العساس القديم ديال العمارة وسولوا على تاريخ الشقة. الراجل سكت شوية وقال: هذيك الشقة ماتت فيها مرا خنقها راجلها بسبب الغيرة، ومن داك النهار حتى واحد ما قدر يسكن تما. أمين ما تسناش كتر، طلع جمع حوايجه هو وسناء وخرجوا من الشقة برجعة. دابا ساكنين في بلاصة أخرى، ولكن سناء ما بقاتش كتنعس في الظلام، وأمين كل ليلة منين تقرب 3 د الصباح كيغطي راسو وكيحاول ما يسمع والو، حيت فهم باللي كاينين ديور كتقدر تسد بابهم بالمفتاح، ولكن اللي ساكن فيهم عمرو ما كيخرج. إلا عجبتكم القصة ديروا لايك وكتبوا لي في الكومنتير واش كنتوا غتبقوا في ديك الشقة ولا تهربوا، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس.